السلام عليكم، كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع العصبان الجزائري التقليدي، كرشه محشيه ومخيطه بالطبع والشان بأسهل طريقة. باغية تنجحي في العصبان المعمر والمخيط ويجيك بنين عسل؟ اليوم جبت لك أسرار العصبان الجزائري خطوة بخطوة. راح تشوفي معايا طريقة تحضير الحشو المتبل وكيفاش نخيطوا الكرشة، والسر اللي يخلي المرقة مجمرة والعصبان طايب زبدة. تبعوا معايا الوصفة يا البنات. وكي نقولوا العصبان ولا البكبوكة نقولوا خبز تاع الدار. انا هنا البنات راني حضرت البكبوكة ودرت كذلك الخبز تاع الدار. تبعوا معايا البنات الوصفة. شوفوا، بسم الله ونبداو على بركة الله. أول حاجة نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا البنات عندي الكرشة اللي كنت غسلتها مليح وخيطتها وخليت بلاصة باش نتحي الحشو. كيما راكم تشوفوا درت عليهم كامل، خيطتهم، خليت غير بلاصة باش ندخل منها الحشو. بهذه الطريقة تجيكي سهلة. هنا البنات عندي المصران اللي كنت فيضته وقطعته، يعني ما تفيضوهش بزاف ماشي تيطيب، يعني غالية ولا زوج وقلعوه وقطعوه. وعندي كذلك البنات الرية. شوفوا بنات المصران يعني ما طايبش، ماشي كحل، محافظ على اللون تاعه، يعني غير طبخه ولا زوج وقلعيه. وعندي كذلك البنات الريه حتى هي فيضتها كيما راكم تشوفوا البنات، راها مازال لونها غاز، يعني ما تطيبوهاش بزاف، ما تفيضوهاش بزاف حتى تكحال. وعندي كذلك البنات كميه تاع كفته، تقدري ديري كفته، تقدري ديري قطعه صغيره تاع اللحم، يعني اختياريه، الكفته ماشي اوبليجي. عندي حمص، وعندي هذيك الدواره اللي كانت ولا هذيك الكرشه اللي كانت بقات لي، شطت لي قطعتها وضفتها. هنا البنات كي نديروا الحمص نخليو كميه باش من بعديها نديروه في المرق تاعنا. هنا كما قلت لكم درت المصران اللي مقطع والريه والحمص والكفته. وهنا يا البنات عندي بصله كبيره، حبتها بصله كبيره، اطحنتها البنات في الاشوار، يعني ما تطحنوهاش حتى تطلق الماء تاعها، لا ولا تقدروا تبشروها. هنا البنات نخليو كميه باش نديروا بها لاصوص. كما قلت لكم خلينا الحمص والبصله باش نديروا لاصوص. هنا عندي مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، ونديروا كذلك البنات القزبر والمعدنوس. انا هنا عندي كونجيلي البنات درته، ونديرو نص كاس تاع روز. هنا البنات نديرو الملح. هنا البنات انا ندير الملح هنايا في البكبوكه، وفي المرقه ما نديرش، فهمتوني؟ يعني كي ديري هنا ما ديريش في المرقه. درت الملح البنات، الملح عينك ميزانك اختي. هنا درت الزعفران نص مغرفه ولا على راس مغرفه صغيره زعفران. هنا البنات درت الكمون. هنا كي راني نرشها يبان لكم باللي بزاف، هو لا كي ترشيت يعني تفتت. دوك غندير لكم بالمغرف باش تعرفوا شحال الكميه، يعني مغرف صغيره تاع قهوه. شوفوا شحال ندير بها التوابل. هنا كما قلت لكم درت الكمون، غادي ندير فلفله حمراء. شوفوا غادي نحلها وندير بالمغرفه باش تعرفوا الكميه اللي درتها. هنا البنات فلفله حمراء غادي ندير 2 مغارف صغار. هاد البنات هاد المغرفه تاع قهوه هذيك الصغيره، يعني الا درتي مغرفه زعما تاع الماكله ديري نص مغرفه. وهنا البنات الكميه راها كبيره، هنا راني غادي نخدم 7 تاع البوراك بكبوكات، غلطت كنت ماشي نقول لكم بوراك، 7 تاع البكبوكات. هنا درت فلفله كحله حتى هي ندير، وديروا البنات حتى الثوم، نديروا حتى الثوم البنات. كما قلت لكم درت الملح ودرت الزعفران ودرت فلفله كحله وفلفله حمراء والكمون، وباقي لي الكرويه وسكنجبير. هنا الكرويه ندير مغرفه صغيره، رانا دايرين الزعفران والسكنجبير كذلك ما نكتروش، نديروا نص مغرفه سكنجبير. سكنجبير لو كانت تكتري منه يعطيكي مذاق تاع المروريه، سكنجبير مر بزاف، نديروا غير نص مغرفه. هنا نضيفوا 2 مغارف ولا 3 تاع الزيت. الا كان عندك الشحمه ديري الشحمه خير من الزيت. انا الشحمه بنات ما عنديش، درت الزيت. ونديروا كذلك نص كاس حتى الكاس تاع روز. هنا نخلطوهم مليح، يليق تخلطيهم كامل مليح باش كي نعمروا. هنا مانيش غادي نطيب كامل هذوك البكبوكات، دوك نوريكم كيفاش غادي ندير. المهم خلطيهم مليح
خاص المكونات كامل يندمجوا. هنا من بعد ما خلطتهم مليح نجيو نعمروا البكبوكات تاعنا ولا العصبان تاعنا. هنايا البنات كي تخلي فتحه خليها كبيره باش تساعدك باش تدخلي الحشو، لو كان تخليها صغيره تنغبني باش تدخلي الحشو. فهمتوني البنات؟ خليها كبيره باش تقدري تدخلي الحشو في الساع بلا ما تعطلي. فهمتوني البنات؟ هنا نعمر كامل الحبات تاوعي. وكي تكونوا تعمروا فيها البنات ما تعمروهاش حتى للفم، عمروها فوق النص كما غادي تشوفوا معايا. هي من بعدها كي تكون طيب الروز هذاك غادي ينتفخ ثم تنتفخ. نتوما لو كان تعمروها حتى الفم من بعدها تنحل لكم كي تكونوا طيبوا فيها، يعني هذاك الروز ينتفخ وتنحل. على بها بنات عمروها فوق النص، تخليو يعني الربع تاع الكرشه تاعكم خليو منها الربع. فهمتوني البنات؟ هنا عمرتهم كامل كما راكم تشوفوا. ودوك نبدي نخيط. شوفوا البنات غادي ندور عليهم كامل نخيطهم. وراكم تشوفوا البنات مانيش معمرتهم، راني مخليه الربع، يعني معمرتهم فوق النص. هنا من بعد ما خيطتهم شوفوا البنات، يعني تبغي تخيطيهم بالخيط الكحل تبغي تخيطيهم بالخيط الابيض. كاين اللي تقول لك لا ما نشوفهش وهذه، يعني اللي عندهم الصغار يخيطوا بالخيط الكحل. هنا البنات انا ما غاديش نطيبهم كامل، غادي نطيب غير 3. والحبات الاخرين كل وحده نديرها في ساشيه تاع الكونجيلاتور البنات. هنايا كي تعقدي ما تزيريش العقده وتضغطي على الساشيه باش يخرج هذاك الهواء. فهمتوني البنات؟ انا هنا البنات درتهم كامل هذوك 4 حبات، درتهم في كل وحده وحدها في ساشي ودرتهم في المجمد. هنا نمشيو نطيبوا هذوك 3 حبات. هنا البنات انا البكبوكه نبغي نطيبها في مرميطه، ما نبغيش نطيبها في الكوكوطه، نخاف يعني تطرطق، نخاف منها ما نكذبش عليكم، نطيبها في مرميطه. هنا البنات درت كميه تاع الزيت ودرت هذاك البصل اللي خليناه نقليوه مليح. ومن بعد نضيفوا مغرفه ولا نص مغرفه تاع طماطم مصبره. انا درنا في البكبوكه طماطيش، هنا ما نكتروش البنات، نديروا نص مغرفه تاع طماطم مصبره ونقليوها مليح مع هذيك البصله. ومن بعد نحطوا الحبات تاعنا تاع البكبوكه ونقعدوا نقليو فيهم غير شويه البنات، ما نكثروا لهمش، يعني قليها من جهه ومن بعد قلبيها قليهم من الجهه الزوجه كما غادي ندير انا. هنا البنات غادي نحط الحبات تاع البكبوكه تاعي وكما قلت لكم نقعدوا نحركوا فيهم نقليوهم 2 جهات، بصح ما نكثروا لهمش البنات. هنا نضيفوا هذاك الحمص اللي خليناه ومن بعد نضيفوا التوابل نفسهم اللي درناهم في الاول. هنا نقلبوا البكبوكه تاعنا كما راكم تشوفوا راها تنتفخ. ومن بعد نمرقوا. دوك البنات نوريكم الا كنتي درتيها في كوكوطه يعني ما تكثري لهاش الماء حد ما تتغطى الحبات تاعك صيبون. انا هنا البنات غادي نطيبهم في هذه المرميطه، يعني غادي المرميطه ماشي كيما الكوكوطه، يعني الكوكوطه يعني كاع ما تكثريش الماء ما غاديش تنشف لك، بصح هذه المرميطه تنشف. هنا البنات غادي نزيد الماء كما قلت لكم، نتوما غطيو غير الحبات. انا هنا ماشي نطيبها في المرميطه ثم نكثر الماء وننقص لها ونخليها تطيب على خطرها. هنا البنات انا خليتها 1.5 ساعه، تقدروا تقولوا 2 سوايع، بصح على نار قليله البنات. وهذه هي البنات. هنا ضفت زعفران وضفت كذلك فلفله كحله وفلفله حمراء والكمون وكبابه، نفس التوابل اللي خدمنا بهم في الاول، وسكنجبير. وهنا نخلطهم مليح ونغطيوها ونخليوها طيب على نار قليله كما قلت لكم. هنا البنات انا كنت عجنت، هنا البنات راني قطعته وخليته يخمر. هنايا غادي نخليه يخمر البنات. بغيت نوريه لكم، انا درت البنات 4 تاع الخبزات وريتكم غير هادو 2. وهنا البنات من بعد ما طابت البكبوكه تاعي ولا بعد ما طاب العصبان تاعي، شوفوا البنات المرقه راها خاتره، المرقه راها خاتره وريحتها البنات يشموها من برا. هنا نحطوا البكبوكه تاعنا في طبق تقديم البنات كما راكم تشوفوا، حمراء بنينه كما قلت لكم، ريحتها من برا راهم يشموها عسل. شهيتكم بنات في الجنه. هنا غادي نسقي لها الحمص. شوفوا البنات الروا تاعها خاتر
وهذه هي البكبوكه تاعنا ولا العصبان تاعنا. شوفوا البنات جايه حمراء خاتره طايبه زبده. دوك نحل معاكم وحده وشوفوها من الداخل. وحنا البنات عندنا بكبوكه ولا العصبان كي نطيبوه اوبليجي يتمشى مع الخبز تاع الدار. دوك نوريكم البنات الخبز تاع الدار من بعد ما طابلي. شوفوا البنات يعني جات بزاف بنينه وطايبه عسل وريحتها هي البنات يشموها من برا. اللي وصلت المشاهده تاع الفيديو حتى لهنا ما تنساش اختي ديري لي جام وتشاركي لي هذا الفيديو مع كامل صحاباتك وخلي لي تعليق شباب. وشهيتكم البنات في الجنه والله. هنا البنات راني طيبت الخبزه ديال الخبزه الاولى بغيت نحلها معكم. هنا راه عاده سخونه بغيت نقسمها معكم كما يديروا بعض البنات يعني كشتهم يديروا يقسموا معكم خبز. قلت انا نشاركها معكم بصح جاتني سخونه البنات ما قديش نرفدها وليت قطعتها كما هكا وقسمتها لكم. المهم هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله يا ربي تجربوها. وما تنساوش البنات ديروا لي جام يعني هذاك الجام ما غادي ينقص منك والو بصح انا غادي يفرحني وبهذاك الجام نعرف باللي وصفات تاعي ولا لي فيديو تاعي راهم يعجبوكم. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.